لو لسه ما لونتيش بيض شم النسيم ومش عايزة تعملي الألوان التقليدية، استني الفيديو ده عشانك. النهاردة هقولك أحدث وأشيك طريقة تلوين. هتطلعي بيض رخامي كأنه قطعة ديكور حرفيا بمكونات بسيطة جدا موجودة في بيتك. تعالي نشوف الطريقة مع بعض، وكل سنة وانتم طيبين. حطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفوني، وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد. يلا نبدأ الفيديو بسم الله. أول حاجة أنا عندي بيض أبيض، ممكن نستعمل البيض البلدي أو نستعمل البيض المزارع. المهم يكون أبيض، احنا مش عايزين اللون اللي هو البيج أو الغامق. بناخد البيض نغسله كويس جدا ونسلقه كأننا هناكله بالظبط لمدة 10 دقايق في مية وملح، ونسيبه يجف كده على جنب ونحضر الألوان. هيكون عندي هنا كوبايتين من المية الدافية، وفي كل كوباية هحط معلقة صغيرة من الخل. الخل بيثبت لي الألوان، وتكون المية دافية ما تكونش ساقعة. عندي هنا ألوان جل غذائية مصرح بيها، يعني بناكلها كمان، يعني احنا بنستعملها في تلوين الكريمة بتاعة التورت. عندي هنا لون أحمر وعندي هنا لون أزرق. حط حوالي 4 5 نقط بس، مش أكتر من كده، ونقلب الألوان في المية علشان أعمل الشكل الرخامي. هيكون عندي قطعة من المنديل كده، يعني مش منديل كامل، هي قطعة صغيرة كده. ببدأ أرش عليها زيت، وببدأ إن أنا أمسح البيضة بالزيت كويس قوي، يعني أمشي المنديل على البيضة. أول بيضة مشيت المنديل بشكل كامل، تاني بيضة ما مسحتش البيضة بشكل كامل عشان أوريكم الفرق ما بين لما أمسح البيضة بشكل كامل بالزيت أو أنقط كده، بيبقى الشكلين مختلفين. زودت بيضة في كل بولة كده علشان يكون عندي 2 أحمر و2 أزرق. هبتدي أحضر اللون الأخضر بنفس الطريقة برضو، مية دافية، معلقة من الخل واللون بتاعنا أي لون انتوا حابينه، وبنحط البيضة ونسيبهم بقى على جنب. وهبتدي أحضر معاكم الشكل الرخامي التاني. بجيب منديل وبنقط كده ألوان، والألوان كلها بتتداخل طبعا مع بعضها لأن المنديل بيشرب السائل، بيشرب المية. دول منديلين على بعض. بعد ما بحط كل الألوان اللي أنا عايزاها واللي أنا حباها، باخد البيضة، مبكونش دهناها زيت ولا دهناها أي حاجة، وببتدي إن أنا ألف عليها المنديل بالشكل ده واضغط كويس قوي. الألوان تلزق عليها، تلزق على البيضة كده وتاخد معانا اللون كامل. حبيت اعمل اللون الاصفر، ما كانش عندي لون اصفر، فعملت ايه، جبت كركم، وبرده نفس الفكره، ميه دافيه وخل وكركم، وهنا ضفت عليه لون اسمه اصفر غروب الشمس، فاداني اللون الاورنج. وبنفس الطريقه برضو نقطه كده من كل لون، هو بيفرش كده على المنديل، اللون بيفرش على المنديل. وببتدي ان انا اخد البيضه والفها في المنديل واتاكد ان المنديل ملامس سطح البيضه كويس. طبعا البيضه هنا مش دهننا اي حاجه عشان تلقط اللون. بسيب البيض في الألوان حوالي نص ساعة عشان يلقط لون كويس. ده بالنسبة للبيض اللي منقوع في المية بالألوان، إنما البيض الملفوف في المنديل بنسيبه لحد ساعة، لحد ما المنديل يبدأ يجف كده عشان البيضة تلقط لون كويس. بصوا بقى فرق الألوان، فرق الترخيم أو التجزيعة بتاعت الألوان مختلف طبعا عن اللون الأحمر الأولاني خالص. وهنا الفرق علشان سطح البيضة يكون بيلمع كده وجميل، وكمان يقبل معايا الدست الذهبي. هاخد منديل واحط فيه نقطة زيت وادهن البيضة عشان تلمع معايا، وعلشان اديها الشكل الذهبي الجميل ده. عندي هنا الدست الذهبي بتاع التزيين، برضو بتاع تزيين التورت، بيبقى موجود عند مستلزمات الحلواني زي الالوان الجل بالظبط، موجود عند مستلزمات الحلواني. نبدأ ان احنا نرش عليها عشوائي كده او بمصفى، ولو في الطبق كده بواقي، يعني باخد احرج البيضة كده فيها عشان تديني شكل عشوائي، وبطبطب عليها بايدي كده علشان تطبع الدست الذهبي يفرش شوية على البيضة ويديني لمعة حلوة، مبقاش كده كأنه نقط. بصوا شكل البيض جميل ازاي. بصوا اللون الاخضر مع الدست الذهبي، قطعة ديكور حرفيا. بعد حوالي ساعة بتحسوا ان المنديل جف كده، بنبتدي ان احنا نشيل المنديل من على البيضة، وبيكون ده شكلها، تبقى واخدة شكل رخامي كده. سبحان الله، بيبقى الشكل جميل جدا طبيعي يعني. برضو مسحة من الزيت عشان البيضة تلمع وتبقى حلوة. تطلع برضو دست ذهبي عشان تنطقها شوية، يعني بالمنديل كده مسحات خفيفة مع الضغط. طريقة جديدة في تلوين بيت شم النسيم، حبيت النهاردة أشاركها معاكم. كل سنة وانتم طيبين. بصوا اللون الأحمر جميل، معرفش هو طالع ليه أورنج في التصوير، بس هو كان لون أحمر، واللون الأخضر واللون الأزرق التحفة.
واخد لون الأحجار الكريمة بالضبط. ولو ما عندناش الألوان الجل نقدر إن إحنا نعمل كل ده بطريقة طبيعية في البيت، يعني اللون الأحمر ده نطلّعه من الكركديه، والأخضر بناخد السلق بتاع القلقاس وبنغليه برضه في المَيّة وبنحط فيه البيض يتنقع فيه برضه لحد ما يلقط اللون معانا، واللون الأصفر أو البيج بناخده من قشر البصل الأبيض بنغليه في المَيّة برضه وبننقع فيه البيض، يعني كل دي بدايل طبيعية لو مش حابين أو مش عايزين تعملوا أي حاجة فيها أو حاسين إن هي صناعي ومُضر، لكن هو مش مُضر خالص والله. أنا هاقشّر لكم واحدة دلوقتي وتشوفوها ما اللون ما لقطش خالص للبيض، هي بتبقى على القشرة الخارجية، ودي ألوان مُصرّح بيها وألوان غذائية ما فيهاش أي ضرر. أتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم وما كنتش طوّلت عليكم. لو وصلتوا معايا للنهاية حطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفوني، وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو جديد بنزله. أشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد، مع السلامة.